بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي طلبة تانية ثانوي الغاليين، دايما يا رب موفقين وفي أحسن حال. الفيديو بتاع النهاردة هنحل أسئلة الاختيار المتعدد على درس طاقة الحركة وطاقة الوضع. يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال معانا حبايبي بيقول لي صيغة أبعاد الطاقة. طبعا كلنا عارفين صيغة أبعاد الطاقة سواء طاقة الوضع أو الحركة أو الميكانيكية زيها زي الشغل بالظبط، اللي هي ام ال تربيع تي سالب 2. طيب النقطة اللي بعد كده اللي هي رقم 2 بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي السيارة كتلتها 2000 كيلو جرام. ماشي، يبقى احنا كده معانا اول حاجة هو معطى الام. خلي بالك الكتلة يا غالي عليا بتبقى بالكيلو جرام، مفيش اي مشكلة خالص. بسرعة 60 كيلو متر على الساعة الفي. طبعا السرعة ما ينفعش نشتغل بالكيلومتر على الساعة، فلازم نحولها، فبنضرب في 5/18. تعالى كده نحولها مع بعض، نضرب 60 في 5/18 ونشوف الناتج يطلع بكام. يبقى 60 في 5/18 تطلع السرعة معانا ب16.67 متر على الثانية. 16 وعلامة 67 متر على الثانية. عايزين طاقة الحركة. كلنا عارفين ان طاقة الحركة اللي هي الكي اي كاينتيك انرجي بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. تعويض بقى مباشر، يبقى نص الكتلة اللي هي 2000 كيلو جرام في مربع السرعة اللي احنا لسه مطلعينها اللي هي 16 و67 الكل تربيع. تعالى نحسب مع بعض على الآلة الحاسبة. يبقى السرعة تربيع في نص في الكتلة اللي هي 2000. يطلع الناتج معانا 2.78 في 10 أس 5، يعني الإجابة هتكون رقم ج. النقطة اللي بعد كده رقم 3 بيقول لك ايه؟ معاك 4 أجسام مختلفة في الكتلة. إذا كان الأجسام الأربعة نفس السرعة فإن الجسم الذي له أكبر طاقة حركة. خلاص تمام، سهل أوي. بما إن كلهم ليهم نفس السرعة يبقى الموضوع معتمد على الكتلة بس، القانون نص الكتلة في مربع السرعة. فأكبر كتلة هيبقى أكبر طاقة حركة، يبقى الجسم إيه؟ إذا كان الأجسام الأربعة نفس طاقة الحركة فإن الجسم الذي له أكبر سرعة. طيب نفس القانون برضو، بس المرة دي بيقولك كلهم ليهم نفس طاقة الحركة، نص ام في تربيع. طيب حلو، يعني انت بتقولي يا عمنا كلهم لهم نفس طاقة الحركة، يبقى مين أكبر سرعة؟ عايز تجيب الجسم اللي هو أكبر سرعة، يبقى تشيل النص. وطالما اللي بره ده رقم ثابت يبقى أي حاجتين مضروبين في بعض علاقة عكسية. اي حاجتين مضروبين في بعض بيبقوا عكس بعض. طيب ماشي، الجسم انا بزق الاجسام كلها بنفس الطاقة. طيب تخيل مين اللي هيكون اسرع؟ الجسم اللي كتلته اقل. يبقى الجسم رقم دي اللي هو اقل كتلة ده هيديني اكبر سرعة. معاك 4 اجسام كلهم بتحاول تحركهم، فالجسم اللي هيتحرك معاك بسرعة كبيرة الجسم الخفيف اللي كتلته صغيرة. طيب حلو، السؤال اللي بعد كده. صلى على النبي. الترتيب الصحيح للسيارات الموضحة بالشكل المقابل تبعا لطاقة الحركة. طيب جميل قوي، طاقة الحركة نص الكتلة في مربع السرعة. ماشي، يعني انا عايز اجيب، يعني المفروض اللي كتلته كبيرة وسرعته كبيرة ده هيكون لي اكبر ايه؟ اكبر طاقة. طيب المفروض ان الجسم ده كتلته كام؟ ادي 10 تلاف، وده كتلته كام؟ 1500، وده كتلته كام برضو؟ 1500. ده سرعته 15 وده سرعته 20 وده سرعته 20. طيب لو احنا عوضنا في القانون نص ام في تربيع، وهنا برضو نص ام في تربيع، وهنا نص ام في تربيع، هتحسب التلاتة. وعشان ما نضيعش وقت الفيديو، ده اكبر كتلة واكبر سرعة يبقى ده اكبر واحد. الاتنين دول نفس الكتلة، خلاص ماشي، يبقى هبص على السرعة، يبقى ده الاكبر عشان سرعته ب20 وده سرعته ب15. يبقى كده الجسم ايه، بعد كده الجسم سي، بعد كده الجسم بي. يبقى ايه ثم سي ثم بي، يعني رقم ألف. جميل. النقطة رقم 5 بيقولك عداء كتلته 72 كيلو جرام. يبقى دي الكتلة بتاعت العداء، نسميها ام 1. طاقة الحركة بتاعته بتساوي طاقة الحركة لسيارة كتلتها، يبقى دي الام 2، وتتحرك بسرعة، يبقى دي الفي 2. 9 كيلومتر على الساعة، يبقى احنا لازم نحول نضرب في 5/18. 9 في 5/18 تطلع لك الناتج 2.5، يبقى السرعة هنا ب2.5. ماشي جميل. المفروض ان احنا عندنا قانون نص
الكتلة اللي هي طاقة الحركة، نص الكتلة الأولانية في مربع السرعة الأولانية هيساوي نص الكتلة التانية في مربع السرعة التانية. ده اللي هو قالهولي طاقة حركة الأولاني بتساوي طاقة حركة التاني. جميل خالص. نبدأ بقى نطير النص مع النص. كتلة الأولاني اللي هي ب72 كيلو جرام في سرعة الأولاني دي اللي احنا عايزينها بس متربعة، بيساوي كتلة التاني اللي هي 1200 في السرعة بتاعته اللي هي ب2.5 ولكن السرعة تربيع. نحسب بقى يلا. 1200 في 2.5 تربيع على 72 اهو، نعمل كسر على الآلة الحاسبة. 1200 في 2.5 تربيع على 72. طلع رقم معانا دي كده الV1 تربيع. ده انا عايزها من غير التربيع، يبقى اخد الجذر التربيعي للرقم اللي طلع. جذر انصر على الآلة الحاسبة طلعت بالرقم ده 10.21 يعني رقم د. بسم الله. اللي بعده الشكل البياني المقابل وضح العلاقة بين مربع السرعة ومقلوب الكتلة، فعايز يجيب طاقة الحركة. ماشي، ممكن نجيبها عن طريق الميل. ده الحل الاحترافي بقى، اللي هو انت راجل بتعرف تجيب الميل وتعرف تتعامل في العلاقات البيانية. الميل في اي علاقة بيساوي الصاد على السين. تعالى كده نشوف الصاد على السين هتدينا ايه. ما هي الصاد اللي هي الفي تربيع، السين اللي هي 1/m، يعني الميل هيطلع mv تربيع لان مقام المقام بسط. طب ما طاقة الحركة عشان اجيبها عبارة عن نص mv تربيع، يعني نص في الميل، يعني الميل اللي هجيبه mv تربيع اضربه في نص كده جبت طاقة الحركة. تعال نجيب الميل. الميل بيجي ازاي؟ فرق الصادات على فرق السينات. 8 ناقص 2 على 4 ناقص 1. 8 ناقص 2 ب6. 4 ناقص 1 3. 6 على 3 فهل 2. ده كده اللي هو الايه الميل. يبقى نص في 2. نص في 2 تطلع الإجابة 1 ببساطة جدا وبسهولة جدا. وده الحل الاحترافي اللي هي الناس المتميزة اللي تعرف تحل الحل ده. بيقول لك بعد كده شكل البيان المقابل. جسم كتلته 2 كيلو جرام، عامل علاقة ما بين السرعة والزمن. واضح ان هنا الجسم سرعته ثابتة بمرور الزمن. هو بيقول لك عايزين نجيب العلاقة ما بين طاقة الحركة بمرور الزمن. هو انا عندي جسم واحد يعني نفس الكتلة وبيقول لي سرعته ثابتة. طب ما هي طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. فانا دلوقتي عندي بمرور الزمن الكتلة والسرعة ما اتغيروش، يبقى طاقة الحركة هتكون قيمتها ايه؟ قيمتها ثابتة. ده بكام؟ تعالى بقى نعوض في القانون، لان المفروض احنا عندنا واحدة هنا ايه ثابتة وواحدة هنا ايه ثابتة. هنا ب2 هنا ب4. نعوض في القانون بقى. يبقى نص الكتلة اللي هي ب2 مربع السرعة 2 تربيع ب4، يطلع الناتج ب4. تكون كده الإجابة ألف. ماشي. اللي بعده الشكل البياني يوضح العلاقة بين طاقة الحركة ومربع السرعة. عايزين نجيب الكتلة. حل احترافي بقى. طاقة الحركة على مربع السرعة ده كده اسمه الايه الميل. طب ما قانون طاقة الحركة يا غالي بيساوي نص الكتلة في مربع السرعة. طب انت دلوقتي ايه اللي معاك على الرسمة؟ نص الكتلة ومربع السرعة، يتبقى لك نص ام، يعني نص ام ده الميل. ده بالميل بجيبه ازاي؟ لما يكون معايا زاوية. برافو عليك، تاني الزاوية تان 45 اللي هتطلع ب1، يعني نص الام ب1. عايز اجيب الام يبقى الام ب2، طالما نصها ب1 يبقى هي ب2. بقول لك سيارة كتلتها، يبقى دي كده الام كتلة السيارة بسرعة v. بعد كده اصطدمت بشجرة وتوقفت، يبقى الأولانية دي هسميها ال VI والتانية دي هسميها ال VF. قيمتها بكام؟ بصفر. عايزين نجيب التغير في طاقة الحركة. يعني ايه التغير في طاقة الحركة؟ يعني طاقة حركتها قبل التصادم وبعد التصادم. يعني هقول له نص الكتلة في السرعة التانية تربيع ناقص السرعة الأولى تربيع. ببساطة جدا. يبقى نص الكتلة بكام يا كبير؟ 3 في 10 أس 3 كيلو جرام. ماشي. في مربع السرعة التانية ناقص السرعة الأولى. كده كده السرعة التانية بصفر. طب السرعة الأولى بكام؟ السرعة الأولى موجودة معانا قيمتها ب16 متر لكل ثانية وهنربعها. تعالى بقى نحسب مع بعض الناتج. نص 3 في 10 أس 3 في 16 تربيع أهو. نص 3 في 10 أس 3 في 16 تربيع
تطلع الإجابة 3.84 في 10 أس 5. وطبعا هتكون بالسالب لأن العربية خبطت وسرعتها قلت عشان كلمة توقفت، فعشان كده هنقول الطاقة هتكون بالسالب في الحالة دي. طيب ماشي. عايزين بقى نجيب الشغل المبذول على الشجرة عندما ترتطم مقدمة السيارة. ماشي، ما هو الشغل المبذول ده هو عبارة عن القوة في الإزاحة. طب هي لما العربية خبطت في الشجرة اتحركت من مكانها؟ لأ. طالما ده الجسم ما اتحركش من مكانه يعني إزاحته بصفر، يبقى الشغل المبذول بصفر. طيب متوسط القوى التي أثرت في مقدمة السيارة فقوستها للداخل 50 سنتي. 50 سنتي يعني كام متر؟ يعني نص متر. لو بنضرب في 10 أس -2. اكتب عندك التحويلة دي لأنها بتتكرر كتير. طيب احنا جبنا الطاقة ب3.84 في 10 أس كام؟ في 10 أس 5، طبعا بالسالب. ما هو طاقة الحركة هي الشغل المبذول، يعني هي الاف في الدي اللي هي قيمتها 5/10. يبقى الطاقة اللي احنا كنا جايبينها من شوية اقسمها على الازاحة، يبقى انا كده بجيب القوة. لان الطاقة هياها الشغل المبذول. الشغل هو عبارة عن طاقة بذلنا شغل على الجسم فتحول لطاقة. فنقسم بقى الناتج اللي كان طالع معانا، نقسم الرقم ده على 5/10. يلا بينا. يطلع ب7.68 في 10 أس 5. جميل. رقم 10 جسم كتلته، يبقى دي الام، بذل عليه شغل، يبقى ده الشغل المبذول. فتحرك أفقيا من السكون على مستوى أفقي أملس، تكون سرعة الجسم بعد قطع هذه المسافة. جميل خالص. المفروض ان في الحالة دي الشغل المبذول اللي هو 1800 هو طاقة الحركة، لان لما بذلنا هنا شغل على الجسم اتحول لطاقة حركة، يعني نص الكتلة اللي هي 25 في مربع السرعة اللي احنا عايزين نجيبها. ويلا بينا نحسب. بسم الله. نحسب الكلام ده. 1800 على نص في 25، والناتج اللي هيطلع ناخد له الجذر، تطلع الإجابة 12 اللي هي رقم د. خد بالك بقى، خدها معلومة معاك، الشغل المبذول في أي مسألة ينفع أساويه بأي طاقة، سواء بقى المسألة كان فيها طاقة وضع، طاقة حركة، طاقة ميكانيكية، فالشغل بتساويه بالطاقة اللي موجودة عندك. بيقولك الشكل اللي قدامك عندك مجموعة من القوى، فاحنا عايزين نجيب التغير في طاقة الحركة. التغير في طاقة الحركة هنا هو الشغل المبذول. على حسب بقى المعطيات اللي معاك، الشغل بيساوي القوة في الإزاحة. طب الإزاحة ب4 اهي مديهالك. طب القوة من على الرسمة، القوتين دول قد بعض فيلاشوا بعض. هنا واحدة كده ب7 وواحدة عكسها ب1، بطرحهم من بعض يبقى ب6. 4 في 6 تديك 24. بيقول لك بعد كده جسم طاقة حركته ب4، فلما السرعة تزيد للضعف. سؤال مهم. طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. هشيل النص وهشيل الكتلة، ما جابش سيرتهم. السرعة زادت للضعف يعني 2 تربيع، فالطاقة تزيد لكام؟ 4 أمثال. طب ما الطاقة كانت ب4، 4 أمثال الأربعة بكام؟ ب16. يبقى 4 في 4 ب16. يعني أنا بالطريقة اللي هنا دي بعرف ايه اللي حصل للحاجة. عرفت كده ان الطاقة زادت 4 أمثال، يعني بقت 4 في قيمتها الأولانية اللي هي أصلا قيمتها الأولانية ب4، فيبقى 4 في 4 ب16. جميل. شكل المقابل، سيارة كتلتها بM يعني M1 بM يعني بواحد، سرعتها في V يعني بواحد. ودراجة نارية كتلتها بM على 4 يعني كأنها ربع، دي الM2. وسرعتها دي الV2 ب2V يعني ب2. عايزين نجيب النسبة بين طاقتي حركتيهما. طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة، نص الكتلة التانية في مربع السرعة التانية. ماشي، 100. تعالى بقى نبدأ نطير النص مع النص ونعوض بقى بالأرقام اللي موجودة معانا. كتلة الأولاني بواحد، سرعة الأولاني برضو بواحد، يعني 1 في 1، والواحد ده تربيع هي. التاني بقى، التاني المفروض كتلته بربع، سرعته بكام؟ ب2 تربيع يعني ب4. ماشي جميل. 4 في ربع يعني بواحد، يعني المسألة كلها تطلع كام؟ 1/1. اللي بعد
جسمان كتلة الأول ضعف كتلة التاني. اتعود بتطلع هنا المعطيات ازاي، لأن الحاجات دي تكرر معاك كتير على مدار ثانوية عامة. كتلة الأولاني يبقى M1 ضعف يعني باتنين، كتلة التاني M2 الأولاني ضعف التاني يبقى الأولاني باتنين التاني بواحد. سرعة الأول V1 نص سرعة التاني V2 يبقى الأولاني بنص والتاني بكام؟ بواحد. عايز طاقة حركة الأول على التاني يبقى نص نفس السؤال اللي فات M1 V1 تربيع على نص M2 V2 تربيع، ونبدأ نعوض. بس كده كده النص هيروح مع النص. M1 عوض عنها يلا يا عم باتنين، M2 تحت بواحد، V1 بنص تربيع لأن القانون تربيع يعني ربع، على V2 اللي هي بواحد. يبقى 2 في ربع على 1 في 1، فتطلع الإجابة نصف. رقم 15 بيقولك فيها مدفع يطلق 600 رصاصة في الدقيقة. كتلة الرصاصة الواحدة ب8 جرام وسرعتها يبقى دي الفي. عايز الطاقة الحركية الكلية للرصاصات المنطلقة في الثانية. يبقى أنا عايز أعرف، أنا بيقولك أنا بطلع في الدقيقة الواحدة 600 رصاصة. ماشي، أقسم 600 على 60 يبقى أنا كده هعرف في الثانية الواحدة كام رصاصة، يطلع لك 10. طيب أنا عايز بعرف في الثانية الواحدة، أنا معايا 10 رصاصات، الواحدة منهم ب8 يبقى كلهم بكام جرام؟ 80 جرام. اخليها بالكيلو جرام، اضرب في 10 السالب 3. لما اضرب في 10 السالب 3 تطلع الاجابة صفر علامة صفر، 8 من 100. ماشي جميل خالص. يبقى دي الكتلة بتاعت الرصاصات ودي السرعة. احسب بقى يا عم الطاقة عادي. طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. الكتلة ب8 من 100، السرعة مديها لك ب700 متر على الثانية الكل تربيع. نحسب يلا. يبقى نص في 8 من 100 في مربع السرعة اللي هي 700 تربيع. تطلع الإجابة 19.6 في 10 سموجة ب3. السؤال اللي بعد كده بيقولك أطلقت قذيفة كتلتها 10 جرام. يبقى دي الام 10 جرام نضرب في 10 سالب 3 تبقى 1 من 100 كيلو جرام. بعد ما نحول بسرعة سمك اللي هو الدقيقة، كانت سرعة القذيفة لحظة خروجها، يبقى أنا معايا سرعتين V1 V2. عايز الشغل المبذول، الشغل بيساوي التغير في طاقة الحركة، يعني نص الكتلة في السرعة التانية تربيع ناقص السرعة الأولى تربيع. يبقى نص الكتلة ب10 اللي هي بقت 1 من 100 كيلو جرام. السرعة التانية اللي هي 400 تربيع ناقص السرعة الأولى اللي هي 600 تربيع، فكان الناتج هيطلع بالسالب لأن السرعة قلت. نحسب يلا. نص في الكتلة اللي هي 1 من 100 400 تربيع ناقص 600 تربيع، تطلع الإجابة بسالب 1000 جول. طيب متوسط قوة المطاط للقذيفة، مش احنا جبنا الشغل بسالب 1000؟ الشغل ده بيساوي القوة في الإزاحة. الإزاحة اللي هي 8 سنتي أضرب في 10 أس سالب 2 عشان أخليها بالمتر. يبقى سالب 1000 على 8 من 100. نحسب يلا اهو. سالب 1000 على 8 من 100 تطلع الإجابة سالب 12500. وطبيعي إن القوة دي هتكون سالبة، لأن المفروض إن هنا إن إيه اللي حصل للسرعة؟ قلت. كده خلصنا من طاقة الحركة. يلا بينا على طاقة الوضع. الطاقة المختزنة في زنبرك مضغوط. لما يكون معاك ملف زنبرك مضغوط انت ضاغط عليه، اول ما تحوش ايدك هيبدأ يتحرك لوحده، فده معناه ان انت كنت ضغطه، كنت مغير الوضع بتاعه، فطاقة الوضع اللي جواه دلوقتي هي صورة الطاقة اللي موجودة فيه حاليا. تسلق رياضي وزنه 700، الوزن اللي هو طبعا الكتلة في عجلة الجاذبية، جبلا الى ارتفاع، يبقى ده الاتش. فإن أقل شغل يمكن أن يبذله الشغل بيساوي في الحالة دي طاقة الوضع، وطاقة الوضع mgh. mg على بعضها 700 والاتش ب200 نضربهم في بعض فتطلع الإجابة رقم د.
اللي بعد كده رقم 19، الشكل يوضح من ضده ترتفع، يبقى ده الاتش على كتاب كتلته، يبقى دي الام، فإن طاقة وضعه تساوي، علما بأن عجلة الجاذبية طاقة الوضع سهلة جدا، ام جي اتش، الام ب2، العجلة 9.8، الاتش ب5/10، الكلام ده تطلع إجابته 9.8. السؤال اللي بعد كده، جسم طاقة وضعه عند نقطة على ارتفاع، يبقى ده الاتش من سطح الأرض تساوي، ده كده طاقة الوضع اللي هي البي اي بوتنشال انرجي، فإن كتلته تساوي طاقة الوضع، كلنا عارفين ان هي بتساوي ام جي اتش، الام مش معانا، العجلة ب9.8، الاتش ب5، تطلع الإجابة 20 كيلوجرام لما نحسب. اللي بعد كده بيقولك الشكل يوضح رفع أثقال يرفع كتلة مقدارها كتلة، يبقى دي الام، فيكون الشغل المبذول بواسطة رافع الأثقال ليرفع هذه الكتلة لارتفاع، يبقى دي الاتش ومعانا عجلة الجاذبية. بيقولك أنا عايز أجيب الشغل هنا هيساوي طاقة الوضع، يعني هيساوي الام في الجي في الاتش، دايما الشغل بيساوي الطاقة على حسب ايه الطاقة اللي موجودة معايا في السؤال، يبقى 100 في الاتش اللي هي ب2 في العجلة اللي هي ب10، فتطلع الإجابة 2000 جول. رقم 22 بيقولك وصل رجل إلى شقته صعودا على السلم مرة وباستخدام المصعد مرة، العبارات التالية صحيحة. طاقة وضع الرجل أكبر في حالة السلم، في حالة المصعد لا توجد طاقة وضع للرجل، طبعا الكلام ده غلط وده غلط وده غلط، طاقة الوضع في الحالتين يا جماعة متساوية. أنا ماليش دعوة الراجل ده وصل للارتفاع ده إزاي، عن طريق بقى سلم، عن طريق مثلا أسانسير، عن طريق باراشوت، أيا يكن طلع إزاي، طاقة الوضع المفروض ان انا بشوف ارتفاع الجسم عن النقطة بكام. يعني انا دلوقتي لو انا طلعت الدور الخامس عن طريق السلم او عن طريق الاسانسير، وجيت نطيت من الدور الخامس، او هيفرق معاه بقى انا كنت طالع ازاي؟ مش هيفرق معايا، في الحالتين الجسم معاه نفس الطاقة، دلوقتي متخزن في جسمه نفس الطاقة، يبقى الاجابة هتكون د. اللي بعد كده الشكل البياني يوضح العلاقة بين طاقة الوضع والارتفاع، فإن الكتلة، يلا نجيب الميل هنا طاقة الوضع على الارتفاع، طاقة الوضع بي اي، نكتب القانون قدام عينينا ام جي اتش، نحذف اللي موجود على الرسمة والباقي ده هيكون الميل، احذف طاقة الوضع، احذف الاتش، يتبقى لي ام جي ده الميل بيساوي الصادات على السينات، 48 على 6 أو 16 على 2 أو 32 على 4، الكلام ده ب8، يبقى الكتلة في العجلة اللي هي ب9 و8، الكلام ده بيساوي 8، نقسم 8 على 9 و8 تطلع الإجابة ب82%. رقم 24، لديك صندوقان A و B وزنهما، الوزن ده اللي هو ام جي كلها على بعضها، وهنا ام جي كلها على بعضها، الصندوق الاولاني على سطح الارض، بينما الصندوق التاني على ارتفاع، يبقى ده الاتش، يعني الارتفاع الذي يرفع اليه الصندوق الاولاني بحيث يبقى ليه نفس طاقة وضع التاني، يبقى ام جي اتش بتوع الاولاني بيساوي ام جي اتش بتوع التاني، ام جي بتوع الاولاني ب40 بس مش معايا الارتفاع، ام جي بتوع التاني ب60 والارتفاع بتاعه ب2، يبقى 2 في 60 على 40 تطلع الاجابة 3 متر. وبكده نكون خلصنا أسئلة الاختيار من متعدد لطاقة الوضع وطاقة الحركة، وفي الفيديو اللي جاي إن شاء الله نحل تدريبات الطاقة الميكانيكية ثم بعد كده الاختبار الشامل، وبكده نقدر نقول إن احنا خلصنا الوحدة الأولانية كشرح وحل بإذن الله. أشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.